السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. أكدت كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية خلال زيارتها إلى الرباط ولقائها مع ناصر بوريطة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا أو الأساس الأكثر قابلية للتطبيق ولتسوية نزاع الصحراء. ويعكس هذا الموقف المدعوم من الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توجها متزايدا نحو دعم حل سياسي واقعي قائم على السيادة المغربية، مع الدعوات لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة. كما رحب الاتحاد الأوروبي بتفاصيل المغرب بشأن تنزيل الحكم الذاتي، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو حل نهائي في انسجام مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 لسنة 2025، الذي يدعم جهود الواسطية أو الوساطة الأممية. ويأتي هذا التطور قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى أيضا بمساندة عدد من الدول الأوروبية بشكل فردي ضمن ديناميكية دبلوماسية حكيمة يقودها جلالة الملك محمد السادس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى أخبار قادمة.